السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو اللي احنا فيه ده عايز حاجات حلوة وخفيفة كده زي ما انتوا شايفين. بجد 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 طعمها تحفة تحفة، جميلة جدا. جاتوه المانجا ده تحفة تحفة. قولوا بقى سموه كيكة بالمانجا، جاتوه المانجا، ترايف المانجا، بس انا عاملة لها كيكة مخصوص. بجد بجد خفيفة وطعمة وخطيرة خطيرة خطيرة. جربوها بنفس المقادير وبنفس الخطوات، هتعجبكم جدا جدا وتشرفكم قدام ضيوفكم. بجد بجد تحفة. عايزة رأيكم في التعليقات، بس ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بيضتين في قلب شفشق الخلاط، هحط عليهم فانيليا، 3/4 كوباية سكر. انا بقلل السكر شوية يا جماعة. 3/4 كوباية سكر، نص كوباية زيت، وكوباية حليب، معلقة خل. انا ما عنديش خل فهعصر عصير ليمونة. بجد تحفة يا جماعة، احلى من الخل كمان. جربوا كده تعملوا الكيكة بعصير ليمونة، تحفة تحفة تحفة. وهروح اضرب كل المكونات دي، بس لسه هحط رشة ملح. وهروح اضربهم بقى كويس جدا في الخلاط لمدة ما تقلش عن 5 دقايق. هاجي بقى المكونات الجافة. معايا هنا كوباية دقيق، هننخلها كويس. هحط عليها معلقة نشا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وهنخلهم كويس جدا. يبقى كوباية دقيق ومعلقة نشا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. هنخلهم ورشة ملح صغيرة. هنخلهم بقى واقلبهم كويس مع بعض. وهجيب الخليط بعد ما ضربته لمدة اكتر من 5 دقايق، وهصبه على الدقيق وهقلب بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد لغاية ما يختفي الدقيق معايا خالص. مفيش ابسط من كده كيكة تحفة جدا جدا جدا. خلاص هجيب بقى الاسباتولا بتاعتي وهقلب اتاكد ان مفيش دقيق في قاع البوله ولا اي حاجه. اهو زي ما انتوا شايفين قوامه تحفه، قوامها جميل جدا. خلاص كده العجينه بتاعت الكيكه جاهزه معايا. هجيب البايركس بتاعي. انا جايبه الصينيه الوسط، يا ريت تحطوها في الكبيره علشان تعرفوا تفردوا بقيه الطبقات. هتبديها بخه كده بالزيت او تدهنيها بالفرشه بالزيت او السمن. البخاخة دي حلوة يا جماعة وعملية وبتوفر معاكي طبعا. هنزل بخليط الكيك بقى معايا كده، وهعمل بعود الشيش طاووق كده اخرج اي فقاعات عشان ما يبقاش فيها فقاعات هوا منفوخة على الفاضي. وهدخلها فرن سخن على 180، بتاخد تقريبا 20 دقيقة. على بقى ما تستوي الكيكة في الفرن هجيب منجاية حلوة كده. المانجا النعومي الجميلة دي بتبقى معسلة جدا، بس يا ريت منجاية تكون ناشفة مش طرية. هقشرها زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اقطعها مكعبات صغيرة اهو. عشان كده بقولك هاتيها ناشفة عشان تعرفي تقطعيها. المانجا النعومي دي طعمة جدا ومفيهاش الياف، فبتبقى حلوة جدا في الحلويات. هقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وكده المانجا جاهزة معايا. هاجي بقى اعمل طبقة الكريمة. معايا نص كوباية كريم شانتيه خام، هحط عليه معلقة سكر. زي ما قلت لكم انا بقلل السكر شوية في الحلويات. وبعد كده معايا 3/4 كوباية مية ساقعة متلجة.
وهضربها كويس جدا بقى بالمضرب لغاية ما تديني قوام الكريمة كريم شانتيه اللي احنا كلنا بنحبه. طبعا نوع الكريمة كل ما تجيبي نوع كريمة نضيف بتبقى تزيد معاكي كميتها بتعلى وانت بتضربيها. هضربها كويس لغاية ما احصل على القوام اللي انا محتاجاه. وكده كده الكريمة جاهزة، تبقى جاهزة معايا. الكيكة طلعت اهو، هختبرها بعود خلة. طلع نضيف اهو، يبقى كده استوت معايا واخده لون جميل جدا. هسيبها تبرد شويه وهخرمها كده بعود الشيش طاووق اهو او بالشوكه. طبعا بسيبها تبرد عشان هحط عليها لبن، فالبايركس ما يجرالوش حاجه معاكي. لو حطيتيها اللبن بارد مثلا وهي لسه طالعه سخنه من الفرن ممكن يفرقع البايركس بتاعك. فبسيبها تهدى شويه، هي كده دافيه. هنزل عليها بالحليب اهو زي ما انتوا شايفين كده، كوبايه حليب. ولما شربتها خالص هجيب الكريمة بتاعتي وهفردها عليها وهسويها زي ما انتوا شايفين كده. وهمسح بقى اطراف الصينية من الكريمة بالمنديل اهو. هبدأ اجيب بقى قطع المانجا وهرصها فوق وش الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. وزعي المانجا بتاعتك كلها على صينية الكيكة كده على وش الكريمة. هرصها كلها زي ما انتوا شايفين كده جاهزة معايا. هدخلها التلاجة وهجهز الطبقة التالتة او الرابعة بقى. معايا كوب باكو جيلي مانجا عليه كوباية مية سخنة وهدوبه كويس جدا. ممكن تستخدمي على فكرة في الصينية دي اي مانجا متوفرة عندك، اي قصدي فاكهة متوفرة عندك، فراولة، كانتالوب، اي فاكهة. هطلع بقى الصينية من التلاجة او الفريزر وهحط عليها الجيلي، بس هسيبه يبرد شوية طبعا عشان ما يسيحش معايا الكريم شانتيه. شوفي بينزل من جنب الصينية، عشان كده انا قلتلك حطي صينية كبيرة. هدخلها الفريزر او التلاجة لمدة 3 ساعات لغاية ما الجيلي يتماسك. وابدأ اقطعها وهطلعها معاكم كده زي ما انتوا شايفين. طبقات الكيكة حلوة جدا ومتماسكة وبجد بجد خطيرة وطعمها خطير. والكيكة الليمون مخلي المسام بتاعتها متساوية وبيضة وهشة وجميلة جدا. جربوها ومستنية رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقولوا لي بتشوفوني من اي بلد وايه وصفاتي بتعجبكم ولا لا. ولو محتاجين اي وصفات انا تحت امركم انفذها لكم ان شاء الله. شايفين الجمال بجد تحفة تحفة يا جماعة. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. اسيبكم بقى وهشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناة اكلة وفكرة مع سمية. في رعاية الله.